السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة وفي احسن حال يا رب، اللهم امين. جايبه لكم بقى النهارده فلوج تحفة. عايزه اقولك لو انتي عايزه تفسحي اولادك قبل الدراسة وفسحة على قد الايد فالفيديو ده ليكي. الفسحة دي مش هتكلفك حرفيا غير 5 جنيه بس. تعالي اقولك فين وايه الاماكن المكان اللي انا روحته اللي دفعت فيه 5 جنيه بس. مبدئيا كده صحينا الساعة 8 كده، قمت صليت الضحى وحطيت القهوة كده على النار وقلت اعمل بقى السندوتشات اللي هنروحوا بيها الرحلة. حطيت كده برجر، وزي ما انتوا عارفين البرجر ده انا اللي بعمله في البيت. هسيب لكم لينك الفيديو في اول تعليق. البرجر ده بيتي انا، ما اتكلفتش اي حاجه في الرحله دي، كل حاجه كانت موجوده من البيت. البطاطس والبرجر والطماطم، كل الحاجه الوحيده بس اللي انا اشتريتها هو العيش. حتى العصير كمان هعمله من البيت. بس كده زي ما انتم شايفين بدات كده ان انا اعمل السندوتشات، وزوجي كمان كان قطع الجزر ده عشان طبعا احنا النهارده رايحين فين؟ رايحين حديقه حيوان اسكندريه. دي فسحة البنات عندي بيتبسطوا فيها جدا جدا جدا، بعيدا عن ان هي تمنها مش غالي. بس انا عندي البنات بينبسطوا بيها قوي قوي لما بيعرفوا ان هم رايحين بيفرحوا جدا. بس كده فقمت كده توكلت على الله وحطيت اول حاجه زي ما انتم شايفين كده كاتشب ومايونيز، ده اللي كان موجود عندي وقتها. ما عنديش صوص البرجر بقى ولا كده، فما كلفتش نفسي بصراحه. كاتشب ومايونيز وعليه طماطم وبطاطس وخلاص كده. شكرا على كده، الساندوتش احلى ساندوتش ممكن هتاكليه في حياتك. وخلاص كده. وبعدين قلت بقى ايه كمان هعمل لهم النهارده؟ عصير مانجا. انا ببقى مفرزه كده المانجا عندي، طلعت كده كيس من الفريزر حطيته كده في الخلاط زودت عليه الميه والسكر وقلت اسيبهم لحد ما يفكوا شويه، لحد ما انا اكون عملت ايه السندوتشات. وهنا البنات كانوا بداوا يلبسوا كده مع نفسهم، يعني انا بخليهم الاول يلبسوا كده يعتمدوا على نفسهم شويه، بعد كده انا بقى ايه بروح البسهم واسرح لهم وكده واظبط الدنيا. بس كده هما كانوا خلاص فوقوا، يعني بدأوا يصحوا، واديتهم كده بسكويت كده ياكلوه عشان خاطر ايه يفوقوا شوية. وبعدين ايه ننزل بقى، احنا طبعا هناكله هناك فمش محتاجة ان احنا نفطر في البيت يعني. بس زي ما انتم شايفين كده ضربت برضو عصير المانجا اهو. واستنوا بقى كده الرحله. انا عايزه اقول لكم الفيديو ده هيعجبكم جدا، واهم حاجه لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تحطي لايك والاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وتشوفيني على طول. وكمان يا ريت تكتبي لي كومنت حلو عشان خاطر ده بيشجعني، وتقولي لي اذا كانت الانواع دي من الفيديوهات بتعجبك ولا لا. بس كده. وزي ما انتم شايفين انا كنت مقطعه برضو مانجا قطع كده، بحب اسيبها في الفريزر، دي بزودها على العصير بتاع المانجا عشان يديني المانجا القطع. لكم ايه الحاجات اللي انا اخدتها معايا؟ اخدنا اول حاجه المناديل، طبعا دي لا غنى عنها باخدها معايا. اخدت كمان معايا ازازه ميه. واخدنا عصير اللي هو المانجا اللي احنا عملناه مع بعض، وكمان الساندويتشات. واخدنا كمان اكل الحيوانات واوعي تنسيه. واخدنا عملت لنفسي نسكافيه. واخدت كمان كوبايات بلاستيك اللي هي بتتشرب وتترمى على طول عشان خاطر ما اخدش معايا كوبايات يعني. واخدت شيبسي. وكمان اخدت ايه تاني؟ اخدت غيار بقى للبنات، ده طبعا اهم حاجة عشان خاطر طبعا انا مضمنش ايه اللي يحصل، يعني ساعات بيكبوا على نفسهم حاجة بيبلوا نفسهم، فلازم يبقى معايا الغيار ده في اي خروجة. والبنات اخدوا كمان اللي هو بتاع الصابون ده، شبطوا فيه بصراحة، باباهم جابه لهم. هيروحوا هناك بقى يلعبوا بيه عشان بصراحة لما بيلعبوا بيه في البيت بيبهدلوا لنا الدنيا. يلا بقى بينا مع بعض ونكمل بقى اليوم مع بعض ان شاء الله ونتبسط جدا. بس وهنا بقى خلاص كنا لبسنا وخلاص ماشيين بقى، هنتوكل على الله كده هننزل نتحرك بقى ان شاء الله ونروح على حديقة الحيوان. وخلاص اهو كده توكلنا على الله. وقبل ما اول ما نركب العربية نقول الدعاء اللي هو الركوب، اللي هو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له موقنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بس كده ونتوكل على الله ونقرا الاذكار بتاعتنا كده واحنا ماشيين ونحصن نفسنا عشان خاطر اليوم يبقى حلو ان شاء الله معانا. وهنا بقى خلاص وصلنا، قطعنا التيكت يا جماعة كان ب5 جنيه، وبياخدوا على الطفل من اول 3 سنين بياخدوا عليه تذكرة، بس هما بصراحة ما بيدققوش قوي يعني. انا دفعت الرونزي بس ما دفعتش لكايدا.
بس كده. يعني قطعنا 3 تيكيتات كانوا 15 جنيه، ده بالظبط اللي كلفتنا فيه الرحله. البنات بقى اول ما دخلوا كده بقى طلعوا الصابون والحاجات بتاعتهم، بس انا قلت لهم تعالوا الاول نفطر، عشان زي ما قلت لكم احنا ما كناش اكلنا، يعني دوبك اخدنا بسكوت كده وحاجات بسيطه. قعدوا فطروا وبعد كده بقى راحوا انطلقوا بقى، كانوا بياكلوا بسرعه جدا عشان خاطر يروحوا بقى ياكلوا الحيوانات ويلعبوا كده. بس دي كده اول حاجه بدأناها بقى كده مع بعض، ان هما كانوا بياكلوا الحيوانات. زي ما قلت لكم احنا بنقطع الجزر ده من البيت، جزر او بطاطا، لان الحيوانات بيحبوا ياكلوا الاتنين يعني. لان طبعا انت لو رحتي عشان تاكليهم من هناك من عند الحارس، كل حارس هيقولك عايز 10 جنيه، فطبعا الموضوع هيتكلف معاكي كتير جدا. فطبعا يعني الدببة الاسود الحاجات دي هي دي بس اللي بندفع للحارس عشان خاطر البنات ياكلوها. انما غير كده احنا ما بندفعش للحارس الفلوس دي كلها. بنبقى بنأكل احنا باقي الحيوانات اللي بتاكل اللي هي الخضار عادي يعني. هنا بقى رونزي كانت متعصبة جدا من الغزالة دي، عشان هي رونزي بتحب تأكل الحيوانات البيبي، ما بتحبش تأكل الحيوانات الكبيرة. فكان الكبير ده كان عمال ياخد من البيبي، وهي ما كانتش كانت زعلانة جدا ان هي هو عمال يغلس عليها وياكل هو. بس كده هي كانت عمالة تجري ورا البيبي عشان خاطر تأكله. ايه ده كبير قوي ده، اكليه اكل. استني اكل تاني. تعالي يا المعيز والقرود. خدي منه واحدة، خدي منه. شكرا. واحدة بقى. دخلي ايدك يلا. انت خايفة؟ يلا شكرا. اهو في كبير اهو جاي اهو. ده كبير على كبير. يا بنتي تعالي سيبك وما شايف فيروس، زعل منك فاس. ارجع فوق فرد، اطلع لهم فوق يلا. فوق. وهنا بقى رونزي وكايلا كانوا بياكلوا الدبه، وكانوا فرحانين قوي وهما بياكلوها، عشان كانت عماله تعمل استعراض كده، وكانوا مبسوطين قوي بيها. هات ايدك سلم. ضحكة حلوة انت مستغفر. وريها بنت انا كبير. اضحك. صوت. واحدة ثانية. خلاص. شكرا. وهنا دي بقى كانت الذئاب والضباع والحاجات دي كلها، بس طبعا واقف برضو عليها حد بياكلها، بس احنا بصراحه ما بنحبهاش. فيعني وقفنا كده اتفرجنا عليها شويه وخلاص مشينا، يعني ما طولناش معاها. بس وهنا بقى البنات كانوا راكبين السكوتر والصابون، كانوا عايزه اقول لكم كانوا مبسوطين جدا جدا جدا. الرحله دي هما بيتبسطوا بيها قوي قوي، وبيبقوا فرحانين قوي هما هناك. بالنسبه لهم هما بيشوفوا حيوانات وبياكلوها وحاجات بقى غريبه بالنسبه لهم. هنا بقى خلاص طالعين اللي هو الدور التاني في حديقة الحيوان، هي دورين. هنا احنا كنا خلاص طالعين بقى الدور التاني اللي هو فيه الأسود والقرود وحيوانات تانية كتيرة بقى، اللي هو فيه أصلا حيوانات كتيرة جدا. بس كده طلعنا أول حاجة شفنا بقى القرد، زي ما انتوا شايفين كده هو قاعد بقى، عمال برضه الناس بتأكله وبتتكلم معاه وهما بيبقوا مدربينه. بس زي ما قلت لكم في حاجات انتوا يعني القرود والحاجات دي كلها ما بتقدروش تخشوا تاكلوها غير لما تاخدوا من الحارس، يعني لازم تدوله فلوس عشان خاطر تدوله مثلا 10 جنيه 20 جنيه اكراميه يعني. نعم. مش انا اسيب الاول. نشيليه في بقه. انا شايف. نشيليه في بقه. ده اهو يلا. دخلت جوه بقه. دخل. خدي. كايلا جوه بقه. جوه بقه. دخلت. ايوه يلا اهو. هذا انا اكل واحد.
اقعدي. صورني صور ايدي. كايلا بترمي بالظهر. ايه دخلت. يا رب يا رب. انت صورت ايدي ولا الجمالي. ايه ده؟ صورت البطة. تعالي كده، تعالى فوق. دي بطة. اقفوا استحكوا يلا. تعالى تعالى انا هجرب منك. انا هجرب معاك. صور فيديو ولا صورة؟ في الدور التاني بقى في هناك اللي هي الجانجل زو دي، هما كانوا لسه كانوا عاملينها من فترة من 2 أو 3 يعني، لسه جديدة، بس بصراحة تجربتها كانت وحشة جدا. دخلناها كانت فيها معيز وابتدى وايه تاني وغزلان ونسانيس وحاجات كده حواليكي، وما كانت الارض كانت كلها تويلت، ما كانتش نضيفة تويلت الحيوانات، وكانت بصراحة اسوأ تجربة ممكن اي حد يخشها، ما تدفعوش فيها فلوس خالص، مش حلوة نهائي. مش هتعضك بصي. ارميها ارميها ارميها. سكي سكي. اتفضلي. يلا يا رجل دي. يلا مين هياكلها؟ طبطبي عليها. أنهي اي واحده. أنا أخذ دي. ادي كايلا تاكلها يا حسين. تعالي يا كوكو. يلا خدي اكليها. كايلا خايفه. تعالي 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 هتاكلك. تعالي كايلا مرعوبه. كويس ما تخافيش. يلا اديها اكليها. يلا اكليها. بصي مامي بصي مامي. اهي اديها. يلا جميله خالص. واحده 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 عشان ما تتعبش. ناخد واحدة يا ابني هي واحده بقى. يا ماما اصبري. تعالي مهنونة تعالي. هو عشان ده ما يخش في عينك يا رمزي ارنو. تعالي يا ماما. اتفضل يا بابا. ايه كده؟ خدي روح كلي من كايلا. روح كلي من كايلا. يلا يا كايلا هات حاجه اكلها انا وهي بايدينا. يلا ادي كايلا في ايديها. يلا عشان هيخلصوا. تعالي هيخلصوا خلص. خدي اهي كايلا اكلتها. برافو يا كايلا. مش تاني. خلاص جايه الجرايه على الاخر. يلا اديها لها. خدي في تاني. سي غزاله نونو صغنونه. ادي. برافو عليكي. تقعد حد ياكلها. حد هياكل. انت مش شايف؟ تعالي ما تخافيش. حطي اديها من بعيد. تعالي انت مش شايف؟ تعالي من بعيد ما تخافيش. خلي بالك عشان ما تعضهاش. طب تعالي ما تخافيش. ماسك ايدك اهو. انا الاول اهو. شفتي؟ تعالي اهو انا ماسك ايدك. تعالي الخرم ده عمرها ما تعض كده. يا بنتي. يعني انت جعان. يلا بينا. حد اكل بصي صغنون. بيبي. بصي البيبي. بصي بيبي صغنونه. بصي. عايزين ياكلوا دول. ادي احسن واحده. تعالي اكلوا دول اهو. اكلوا دول اهو. هات واحده. اهو بس ابعدي وشك. ها. تعالي اهو. اوعي ايدك. هو فين؟ اه رجعي ورا. جاي ورا يا كوكو. ايوه اديله واحده. اكليه اهو. وجعان قوي يا ماما. انت غنون ده. اهي انا اديت لك ايدي اهو صغنون خالص اهو. اديله. ما تقربي ايدك يا رمزي. اهو جرى. كل يعني عايز ياكل. بصي بيضربه. اخدها منه. اديها منه. اديها منه. ايده اتحشرت. اديها منه. احسن صح عشان اديها طلعها. منه. بص عمال يحارب عليها ازاي. اهو. ايه ده خلصت. تعالي يا نونو. تعالي ابعدي وشك بس. يا نونو. ماشي يا نونو خلاص. تعالي.
اهو نون اهو اهو نونو اهو تاني، اهو نونو اهو تاني، اهو يا عبيطه. اهو. انت برضو جاي؟ ما تاكلوش خالص. اضرب ايده اضرب ايده قول له اقع. اضرب ايده بالراحه. قول له اقع. اهو اهو نون اهو. هات كده حسام واحد. يلا واحده ثانيه. رمزي نوار. رايله بصي هنا بصي هنا بصي هنا. لقيتي بيت الاسد؟ ايوه اهو. وهنا بقى خلاص كنا داخلين بيت الاسد، وزي ما انتوا شايفين كده الزحمه مبالغ فيها جدا عشان خاطر احنا في الصيف، وكان الجو كان حر جدا اصلا اليوم ده. وفي الصيف احنا بيبقى يعني 3/4 المحافظات اللي جنبنا بتيجي حديقة الحيوان دي، لان هي قريبة زي البحيرة والحتت دي كلها، فبتيجي حديقة الحيوان دي عشان قريبة منهم. وزي ما قلت لكم احنا اصلا بنروحوا حديقة الحيوان في الشتاء، بس كانوا البنات كانوا يعني عايزين ان هم يروحوا وكده فوديناهم. بس صراحة كانت زحمة جدا وكان الجو كان حر، وقلنا مش هنعيد التجربة دي تاني ابدا في الصيف، هنرجعوا بعد كده نروحوها تاني في الشتاء. ولما بنروحوا كمان في الشتاء ما بنروحش يوم الخميس والجمعة، بنروحوا ايام تانية في نص الاسبوع عشان خاطر ما يبقاش فيها رحلات. فلما بتبقى في نص الاسبوع كده بتبقى الموضوع اهدى واحسن بكتير. هاي الصوت. يا عبيطه ماشي فين؟ تعالوا بقى يا جماعة، تعالوا يا بيبي يا بيبي يا بيبي يا بيبي، انت يا اهو بيبي اهو. يا بيبي، امسك يا بيبي 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 يا بيبي بيبي يا بيبي. وكمان في هناك ملاهي عند الجبلية بتاعة القرود دي، كان في هناك ملاهي للأطفال برضو اللي عايز يعني يفسح الأطفال ويمرجعهم وكده. في هناك ملاهي حلوة اوي مناسبة للأطفال وللكبار كمان. ودخلنا برضو بالبنات ومرجحناهم شوية، وبعدين بقى خلاص كنا هنا في آخر اليوم. تعالي هنا تعالي هنا تعالي هنا. هنشوف الحصان، هنشوف الحصان هناك، ايه ده؟ ايه ده؟ خدي اكليه، خدي يا انت اكليه.
وهنا بقى لقينا الحيوان ده اللي هو تقريبا اسمه كبش او حاجه زي كده. ده كان جعان جدا، كلهم كانوا واقفين كانوا جعانين تقريبا، ما كانش في حد يعني بيقبل ان هو ياكلهم، فاكلناهم وكسبنا فيهم ثواب. وقفنا كده والبنات وقفوا اكلوهم، قعدوا اكلوا مننا كتير حرام يعني، غير الحيوانات كلها اللي كانوا في الحديقه يعني. بس ففرحت قوي، وخلصوا كيس الاكل اللي كان معانا اصلا كله يعني، خلاص فضل بقى منه حبة صغيرين جدا، واكلوا بقى بيها اخر حيوان وخلاص. بعد كده بقى خلاص روحنا. بس بقى وكده خلاص يومنا يكون خلص. كنا خلاص مروحين طالعين عند البوابة، فشافوا كلب البحر بقى، فقالوا ايه خلاص نخش ناكلوه، هو كان اخر حيوان. اكلوه برضو وخلاص بقى هنطلع من البوابة دلوقتي ونروح. لو وصلتي لحد هنا وشفتي الفيديو كله يا ريت تدوسي على اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان تشوفيني على طول. واستنوني بقى حبايب قلبي في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامة.